قالوا نعم. ازاي يعني في المنيا؟ احنا كنا امبارح. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. النهارده هنحكي عن قديس حلو جدا. القديس ده قديس بيحب كل الناس تتشفع بيه. القديس ده اسمه ايه؟ اسمه القديس أبسخيرون الكليني. هنقوله دلوقتي. أبسخيرون 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 الكليني. هو اسمه الكليني عشان هو من بلد اسمها كلين. قديس أبسخيرون الكليني ده كان ايه؟ كان جندي في الجيش، وكان معروف ان هو كده شجاع وما بيخافش وبينفذ الأوامر بتاعت اللي بتتقاله على طول. فكان كل الناس في الجيش بتحبه وكانوا أصحابه بيحبوه جدا. لكن جه امبراطور احنا عارفين اسمه كويس، اسمه الامبراطور ايه؟ دقلديانوس. الامبراطور دقلديانوس ده اللي ما كانش بيحب بابا يسوع ولا ولاد بابا يسوع. فراح قال انا مش عايز اي حد ايه يعبد بابا يسوع، انا عايز كل الناس تبخر للآلهة العظيمة بتاعتي بنطلون وقميص أبولون وأرتميس. فايه كل الناس اللي مش حلوين كانوا ممكن يخافوا يسمعوا كلامه. لكن القديس أبسخيرون الكليني ما خافش وقال لأ، أنا بعبد بابا يسوع وبحبه، مش هسيبه أبدا. طبعا لما الوالي سمع كده اتغاظ جدا وقال له أنت بتقول إيه؟ أنت لازم تبطل الكلام اللي أنت بتقوله ده، يا إما أنت حر، أنا هبهدلك، أنا مش هخليك كده جندي تاني. قال له خلاص، وانا كمان مش عايز ابقى جندي تاني لو ده هيخليني ما بقاش مع بابا يسوع. وراح قلع الهدوم بتاعت الجندي بتاعه، تمام، الحاجات اللي هو بيلبسها كجندي قلعها كلها قدامه وقال له خلاص انا مش عايزها تاني، خدها، انا اهم حاجة ان انا اعبد بابا يسوع. فالوالي اتضايق جدا واتغاظ جدا ووشه احمر وطلع دخان من ودانه وقال له بقول لك ايه، انت شكلك هتتعبني معاك، خدوه من قدامي على السجن. وقعد في السجن شوية. قعد القديس أبسخيرون في السجن يصلي ويطلب بابا يسوع كده ان هو يساعده، وجاله ملاك يعزيه في السجن ويفرحه. وبعدها بشوية وهو في السجن جاله 2 اخواته يعني ايه، كان هو له اخين، تمام، بس اخواته دول ما كانوش حلوين زيه. قالوا له يا أبسخيرون ازاي ما تسمعش كلام الوالي؟ ده بيقول لك بخر لبنطلون وقميص أبولون وأرتميس وبعدين انت لو بخرت لهم مش هيجرى حاجة يعني. قال لهم ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا لا يمكن اعمل كده ابدا، انا بحب بابا يسوع ومش ممكن اسيبه ابدا. لقوا ان مفيش فايدة من الكلام معاه. قالوا له خلاص بقى نعمل لك ايه، انت حر بقى، انت اللي عايز تأذي نفسك. وفعلا الوالي لما لقى ان هو مفيش فايدة، ان هو ايه مش راضي يغير رأيه، راح قال يبعته لوالي تاني في حتة بعيدة. والقديس أبسخيرون عشان يروح كانوا زمان بيتحركوا بمركب في النيل. فالجنود أخدوا القديس أبسخيرون وهم ماشيين كانوا رابطين القديس أبسخيرون بحبال عشان هو مقبوض عليه. راح بابا يسوع ظهر لهم في المركب وظهر للقديس أبسخيرون. فالقديس أبسخيرون فرح جدا إنه شاف بابا يسوع، كان مبسوط قوي. وراح بابا يسوع فك الحبال اللي القديس أبسخيرون مربوط بيها. طبعا الجنود شافوا كده ركابهم خبطت في بعضها وكانوا خايفين. قالوا له يا قديس أبسخيرون ممكن بعد إذنك نربطك بالحبال تاني لحسن الولي لو شاف كده هيموتنا. قال لهم
انتوا بتقولوا ايه بس؟ ده بابا يسوع فكلي الحبال. قالوا له معلش عشان خاطرنا، عشان الولي لو شافك ان انت مش مربوط بالحبال ممكن يموتنا. قال لهم طب خلاص ماشي. القديس أباس خيرون لما راح للوالي ده، الوالي حاول معاه كتير مفيش فايدة، قعد يعذبه يعمل أي حاجة مفيش فايدة، وكان كل مرة بيعذبه والقديس أباس خيرون يتعور يديله ملاك أو يديله بابا يسوع ويخففه. الوالي يتجنن، وبعدين أعمل معاه إيه؟ قال بس ده أكيد ساحر، أنا أحسن حاجة أعملها أجيب له ساحر تاني عشان يقدر عليه. أعمل إيه يعني؟ راح جاب ساحر، قال له أنت يا عم الساحر أنت شوف لنا صرفة مع الراجل ده، مفيش فايدة فيه، كل ما أعمل فيه حاجة يطلع سليم، أعمل له إيه؟ قال له ما تقلقش يا مولاي، أنا هجيب له حاجة سم، السم ده خطير جدا، هيشربه يموت على طول. قال له طب ماشي يلا. وراح فعلا الساحر ده عمل سم لإيه؟ فحطه في كوباية كده للقديس أباس خيرون عشان يشرب منه. راح القديس أباس خيرون عمل إيه على السم؟ رشم عليه الصليب. أول لما رشم عليه الصليب راح شرب. حصل له حاجة؟ ما حصلوش حاجة. الولد اتجنن، وبعدين أعمل معاه إيه؟ قال مفيش فايدة مفيش فايدة، أنا لازم أموته. وفعلا القديس أباس خيرون استشهد وراح عند إيه؟ عند بابا يسوع. بعدها اتبنت كنيسة في البلد اللي كان فيها القديس أباس خيرون منها، اللي هي اسمها إيه؟ الكلين. اسمها الكلين. كانوا الناس هناك في البلد دي في الكنيسة دي بيعملوا إيه؟ يعملوا فرح، بس عشان هم مش فاضيين والمسافات بعيدة، فكانوا بدل ما كل شوية يعملوا فرح لحد مختلف كانوا يجمعوا العريس والعروسة كتير كتير كلهم مع بعض ويتجمعوا في ليلة واحدة في الكنيسة يعملوا الأفراح دي كلها مع بعضها. فكانوا يجوا بالليل يسهروا في الكنيسة يصلوا ويسبحوا كل العرسان والعرايس دول كلهم ويحضروا قداس ويطلعوا الصبح. بس كان مين اللي متغاظ من الناس دي؟ مين؟ الشيطان متغاظ. فراح قال انا لازم اعمل حاجة، لازم ما اخليهمش يفرحوا كده وينبسطوا. اعمل ايه؟ فراح خلى ناس وحشين قالوا ايه؟ الناس دول يأذوا الناس اللي موجودة في الكنيسة، واتفقوا مع بعض كده يهجموا على الكنيسة ويأذوا الناس. بس الناس دي عشان بتحب القديس أباس خيرون الكليني جدا، راح القديس عمل معاهم معجزة ضخمة جدا. الناس دخلت الكنيسة وصلت ومفيش حاجة حصلت، الناس الوحشين دول ما عملوش حاجة. الناس طلعت تاني يوم الصبح، طب يفتحوا باب الكنيسة، الشمس النور قوي، الله الله، يبصوا ايه ده؟ ايه الشجرة دي؟ الله، امال فين البيت اللي كان هناك؟ الله لا لا، بص كده، ده في ارض زراعية هنا، ما كانش في ارض هنا. الله، ايه الجمل اللي ماشي ده؟ الله لا لا، ايه الجاموستين دول؟ ما كانوش بيبقوا واقفين هنا. قعدوا يبصوا يمين يبصوا شمال، انهم يعرفوا حاجة في المكان اللي هم فيه، مش عارفين حاجة. راح واحد قال للتاني، قال له يا عم لو سمحت بقول لك ايه، هو احنا فين؟ قال له نعم، انت شارب حاجة يا عم؟ انت ايه اللي احنا فين؟ وانت جاي هنا ازاي اصلا؟ قال له معلش بس قول لي احنا فين يعني؟ قال له احنا في المنيا. قال له نعم، ازاي يعني في المنيا؟ احنا كنا امبارح في كفر الشيخ في البلد اللي اسمها الكلين، دلوقتي انت بتقول لنا ان احنا في حتة اسمها البيهو في المنيا، ازاي بقى؟ اتابي ان القديس أباس خيرون عمل ايه؟ اخد الكنيسة كلها بالبير اللي قدامها ووداهم في حتة تانية بعيدة خالص عن الناس الوحشين دول، اللي هي اسمها ايه؟ البيهو في المنيا. والكنيسة دي لغاية دلوقتي لسه موجودة. يعني القديس أباس خيرون الكليني نقل الكنيسة
بالبير اللي قدامها. البير ده بيبقى حاجة كده محطوطة الناس تشرب منها مية، بيجيب مية من الأرض. فالقديس أباس خيرون نقل الكنيسة بالبير من الحتة اللي هم فيها اللي هي الكلين لحتة بعيدة خالص اسمها البيهو في المنيا. فالناس كانت مستغربة خالص، قالوا هو أكيد القديس أباس خيرون الكليني حبيبنا هو اللي عمل كده، بس احنا نروح ازاي دلوقتي؟ راحوا لقوا قدامهم واحد شكله حلو كده وجميل، قال لهم تعالوا تعالوا أنا هروحكم. قالوا له انت تعرف تروحنا؟ قال لهم تعالوا بس. وراحوا أخدهم ومشي بيهم لحد لما وصل عند نهر النيل، وراح جاب راجل عنده مركب كده، قال له تعالى يا عم احنا هنركب معاك وتودينا فين؟ الكليين. فين؟ في كفر الشيخ. قال له حاضر، بس دي رحلة طويلة وهتاخد وقت طويل قوي، دي مش أقل من 3-4 أيام في المركب. قال له ما تقلقش بس يلا بينا انت بس. راح الراجل الطيب اللي شكله حلو ده ركب، وكل الناس العرسان والعرايس والناس اللي كانت معاهم في الكنيسة ركبوا في المركب دي ومشيوا في نهر النيل. بعد يوم واحد لقوا نفسهم وصلوا. الراجل بتاع المركب، السواق بتاع المركب، قال لهم ايه ده؟ احنا وصلنا ازاي؟ فهموني وصلنا ازاي يا جدعان؟ ما ينفعش الكلام ده المشوار ده بياخد على الأقل 3-4 أيام، ازاي نوصل في يوم واحد؟ طبعا الناس كلها كانت مستغربة، وأول لما وصلوا بيبصوا على الراجل الطيب اللي معاهم ده ما لقوهوش. عرفوا ان هو مين؟ القديس أباس خيرون الكليني بنفسه، هو اللي أخدهم وركب بيهم المركب ورجعهم البلد بتاعتهم. أول لما وصلوا البلد بتاعتهم راحوا يبصوا على المكان اللي فيه اللي فيه الكنيسة. لقوا الكنيسة؟ لا، ما لقيوهاش. في الكنيسة فضلت زي ما هي في المكان اللي اتنقلت فيه، اللي هي فين؟ في البيهو في المنيا. ولغاية دلوقتي ناس كتيرة جدا بتروح عشان تاخد بركة القديس أباس خيرون الكليني من الكنيسة اللي اتنقلت، ويشربوا من المية بتاعة البير اللي موجود قدام الكنيسة. وكل الناس بقت بتحب القديس أباس خيرون الكليني عشان هو بيعمل حاجات جميلة جدا مع أي حد يطلب صلواته. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة. من اسكندرية مصر، إلي مايكل، بريتي رامز، سيلين رامز، لاريزا عماد، ماثيو عماد. من دمنهور مصر، إيفان فادي، ماريا فادي. من أمريكا، جوزيف إبراهيم، جاشوا جيرس، ونوا جيرس. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه. ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.